السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسيش لو انت جديدة يا ست الكل تعملي لي اشتراك ولايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا نخش على الوصفة الجامدة جدا، وهي النهاردة هنعمل الفراخ على الطريقة الهندية. طريقة تحفة جدا جدا جدا، وكمان بسيطة وسهلة وسلسة. وعايزة اقولك ان البطاطس اللي انا حطاها دي اختياري. ويلا بينا نخش على الوصفة. معايا طماطم، معايا بصل، معايا هريسة شطة، توم، قرن فلفل بارد مع هريسة الشطة، وطبعا الليمون. والليمون اساسي في اي وصفة للفراخ. اول حاجة كده بعصر الليمون كويس قوي على الفراخ بتاعتي، طبعا بعد ما تبلتها ونضفتها وخليتها زي الفل. بعد كده خدت بقى باقي المكونات. اهم حاجة عندي البهارات. معايا ورق روري، معايا حبهان، معايا مستكة، معايا ملح، فلفل، شطة، باربيكيا مدخنة، بصل بودر، توم بودر، بهارات فراخ. وبنضرب كل الكلام ده مع بعضه في الكبة. واهم حاجة البهارات، لان زي ما انتوا عارفين الهنود عموما مشهورة بالبهارات. طبعا انا بوريكم ان ورق اللوري والحبهان والمستكة كانوا صحاح، واني انا اللي ضربتهم. نسيت اقول لكم كمان ان معايا ربع معلقة من القرفة. وبعد كده حطيت كل المكونات مع البصل والطماطم والفلفل الكوبي وهرسة الشطة والثوم، كل دول في الكبة. وبعد كده حطيت معلقة الخل وليمونة. وبعد كده هحط الصويا صوص، واقلب كل المكونات ديت في بعضهم. وزي ما قلت لكم بهاراتها كتيرة، لان الهنود بيحبوا البهارات كتير جدا في الاكل. اكيد طبعا كلكم عارفين المعلومة دي. وهبتدي طبعا بعد ما فتحت الفراخ اني احشيها بالتتبيلة كده بره وجوه. بعد ما تبلتها كويس قوي جبت الاسكوتش كده وابتديت ان انا اغطيها. ويا ريت بقى تسيبيها فترة حلوة كده، تكون منقوعة في التتبيلة بتاعتها. انا عن نفسي سبتها من بالليل للصبح، علشان خاطر اضمن ان التتبيلة دخلت كويس قوي جوه الفراخ واتشبعت بيها. بعدين بعد ما سبتها تاني يوم قمت جايبة الصينية اللي انا هعمل فيها. حطيت كده قطعة من الزبدة. وطبعا الزبدة عشان ما تتحرقش بحط معاها شوية من زيت الذرة او زيت عباد الشمس. وهجيب الفراخ بتاعتي واديها صدمة على النار، واديها شكل الشوي كأنها بالظبط استوت. وبعد كده هكمل سواها في الفرن. زي ما انتوا شايفين انا بس بخلي الزبدة والزيت يملوا الصينية، بدورها فيها علشان لما احط الفراخ ما تبقاش في حتة مش متشبعة بالزبدة. اصدمي بقى الفراخ على النار كده زي ما انتي شايفة، واسمعي صوت الطشطشة، وشم الريحة بقى، البهارات مع الفراخ مع الزبدة في الفرن. مش قادرة اقولك الريحة عاملة ازاي، وانا شماها حاجة كده تحفة. وسيبيها بقى لحد ما تاخد اللون الجميل بتاع الشوي، واصدميها على الجنبين. خلاص كده خدت اللون اهو من فوق. طبعا انا دلوقتي مولعه الفرن. انا دلوقتي بحط بطاطس. البطاطس دي انا حطيتها يعني اكسترا كده من عندي، انت ممكن تستغني عن البطاطس خالص. بس انا حطيتها لاني ولادي بيحبوا جدا البطاطس. فانا بحب ان انا احطها مع اي فراخ حتى لو مشويه. هي طبعا هتاخد من التتبيله الجميله بتاعه الفراخ. في نفس الوقت ان انت ممكن الولاد تغمسها بالعيش او تاكلها بالرز وتبقى وجبة متكاملة. فانا حبيتها. مش حابة تضيفي البطاطس عادي جدا جدا، ما تضيفيهوش، يعني دي خطوة اختيارية. بوزع البطاطس بس على كل الفراخ عشان انا عايزة البطاطس تشرب من التتبيلة، لان طبعا انا نقع الفراخ من قبليها بيوم. لكن البطاطس انا قطعتها كده فريش في ساعتها وانا جاية بعمل الفراخ بتاعتي. رصيت كل البطاطس كده زي ما انتوا شايفين. بنزل بقى عليهم باقي التتبيلة، لان انا كنت عاملة التتبيلة زايدة عشان انا كنت عاملة حسابي ان انا هعمل بطاطس. فنزلت باقي التتبيلة كده على البطاطس وقلبتها فيها كويس جدا علشان زي ما قلتلكوا اشبعها. بعد كده بقى
كوباية من المية المغلية وتضيفيها عليها، وجبت كده البصل الأوزي الصغنن وحطيته زي ما هو في الصينية، وكمان الطماطم الأوزي والفلفل الحامي، وطبعا لازم فلفل حامي لأن الهنود حاجتهم بتبقى حامية جدا. لكن بعد كده نزلت باقي الصوص اللي نازل من الفراخ وحطيته عليهم، ودلوقتي بعد كده حطيت عليها ورق اللي هو ورق الزبدة، وكمان ورق فويل، ودخلتها الفرن درجة حرارة 200. الرف الأول قعدت حوالي ساعة ونص، وده المنظر النهائي. بصوا قد ايه جميلة، قد ايه جوسي. بصي شكل البطاطس اللي تحتيها عاملة ازاي، الصوص اللي طالع منها، الفراخ قد ايه دايبة وجميلة. ولو وصلت في الاخر الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.